انت لما بتقعد مع حد كده طيب لذيذ، تقابل حد في حياتك من اول قعده تروح تحكي له كل مشاكلك او هو يحكي لك كل مشاكله، استأمنك على حاجه زي دي. انت ممكن تكون ثانيه واحده نشوف المايك شغال ولا لا عشان ايه ما نعيط. انت ممكن تكون مش قد الامانه او ممكن تكون قدها. انا من الناس اللي انا كنت بحكي الناس دي تمام او احنا ممكن مثلا هو يحكي عشان هو مستني ان حد يأكد له مشاعره، او هو بيهرب من الوحدة، او هو بيحاول يتعرف على ناس، او هو بيحاول يبقى اجتماعي. فهو جاي من حتة ان هو لوحده فبيروح يحكي لحد، وبعد فترة يكتشف ان الحد ده مش شبهه او الحد ده مش كويس، فبيتصدم فبيتضايق فبيندم. فالفكرة كلها انت لما بتحكي لحد مشكلة وهو مش شبهك، انت زي ما تقول بتعري نفسك قدامه. مثلا انت عندك اصابة كده في هنا مثلا، فانت حكيت لحد، فانت بمجرد ما تتخانق مع الحد ده فيروح يضرب في الاصابه دي. انت بتشكي مشاكلك اللي قدامك، يعني لو انت ربنا حطك في ابتلاءات فانت بتشكي له انا حصل لي وانا كده. تخيل مثلا انت اخترت تحكي للشخص الغلط، فانا حكيت لك حاجات عن اهلي، عن بيتي، عن خصوصياتي، وانت بعد فتره رحت عملت نوش منكش كده وما كنتش قد الامانه دي. فانت بتندم بقى وبتزعل ويا ريتني ما حكيتش ويا ريتني مش عارف ايه وبتلوم نفسك. هو انا ليه بعري نفسي قدام الناس؟ هو انت مستني منهم ايه؟ هو انا لما احكي لفلان ولما اقول لفلان هو انت مستني منهم حاجه؟ لو انا مثلا حكيت لك مشكله عندي وانت نصحتني وقلت لي رايك، هل انا مش عارف الحل بتاعك فانت قلت لي اعمل كذا؟ هل انا مش عارف كذا؟ يعني في شغل، في علاقاتك، في حياتك لما بتمشي تعري نفسك قدام الناس. تخيل كده يا معلم، بص انت عندك خدوش كتير قوي في جسمك وربنا سترك اهو، ربنا سترك، فانت جيت قدام شخص انت حبيبي والله لا لا اوريك. هي نفس الفكره، ما تناقشنيش. دايما حط المثل ده في دماغك. انا والله الكلام ده بقوله لنفسي قبل اي حد. انت حبيبي وانت اخويا واحنا نقعد مع بعض مره واتنين والف وعشرة، لكن في حدود بيننا. انا اسف يعني. انت رحت حكيت للشخص الغلط، فمثلا يعني على حلمك حاجه عاوز تشتريها، مثلا عاوز تشتري التليفون ده، فرحت قلت له يا فلان انا هشتري التليفون ده والتليفون ده عاجبني والتليفون ده انا نفسي فيه ومش عارف ايه. راح قال لك التليفون ده وحش وحش. هو مش عاجبه التليفون عاجبك لكن هو مش عاجبه. مش معنى ان انت شايف ان الشخص ده كويس او الشخص يبقى ذوقك زي ذوقه. انت اتربيت في مكان وهو اتربى في مكان، وانت عقلية وهو عقلية، فما تحطش دي قصاد دي خالص. اللي عاوز اقوله لك والله ان انا وقعت في الغلطة دي كتير قوي، ان انا كنت بحكي للناس واقعد واتكلم، والواحد برضو كان بيسعى ان هو يهرب من الوحدة. انت بتحكي مع ده وبتحكي مع ده هروبا ان انت بتقعدش لوحدك دماغك تتجنن. فاهم؟ انا عاوز مثلا ابقى ليا حد في الدنيا دي. بس في نفس الوقت يعني اللي انا اكتشفته، الناس لو انت فضلت تمشي تحكي الحاجات بتاعتك للناس، قعدت تقول اصل انا بابا واصل انا ماما واصل انا اخواتي، هيشوفوك كانك مسلسل. انت مسلسل طب ايه عملته؟ طب ايه كلته؟ طب ايه مش عارف ايه. خلصنا المسلسل، طب خلاص تمام. متخيل ان في اتنين قاعدين في شارع والاتنين دول واحد بيتكلم كتير قوي وبيحكي كل حاجة عنه قوي، الناس هتتضايق منه. يا معلم ايه ده؟ يا معلم اسكت، اتقل. هتفضل بقى تحكي 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 وانا ظروفي وانا الدنيا. عايز اقول لك على حاجه، انت لو بتتعامل مع حد غني، والله الموقف ده حصل معايا، رحت قعدت تقول له وانا زعلان وانا تعبان وانا مش عارف ايه، انت مستني يكرمش لك 50 جنيه في ايدك؟ انت ممكن تكون عاوز نصيحه من الشخص اللي هو في حته اعلى، فاهم؟ بس هو مش فاهم ده، فهو ممكن يكون فاهمك بطريقة تاني. انا ظروفي كذا وانا الدنيا معايا كذا وانا حصل لي كذا. هو بالنسبة له مشاكلك دي تفاهات لان هو مش عايشها، او يا سيدي ممكن يكون عاشها بس زمان، فهو دلوقتي بيواجه حاجات اصعب. انت هنا وهو هنا مثلا، هو بيمر بحاجات اكبر من اللي انت بتمر بيها، فانت لما تحكي له مشاكلك هو مش شايفها، هو شايف حاجات عاديه. مثلا انت قلت له انا مديون وانا ابويا في مش عارف ماله وانا امي مش عارف مالها وانا اخواتي مش عارف ماله. هو مثلا عنده خبر حلو في حياته، مش هيجي يحكولك، هيخاف منك تحسده. يعني حصلت معايا مع شخص ما، كنت في فترة مكتئب وشغال في مطعم، فانا بحكي للشخص ده وبقول له انا الدنيا جايه عليا انا مستني يقول لي يا اسطى انا معاك والدنيا هتتظبط وهنشتغل وهنعمل.
انا مش عايز منك حاجه، فاهم؟ انا كنت مستني من هذا الشخص ان هو يشجعني يا اسطى يلا مش عارف ايه. انا احب حته ان يكون في حد في حياتي كده باور وبتاع زيي، فاهم؟ وانت اوقات يعني انت باور وبتاع والدنيا بس ده بتتعب برضه من مشاكل الدنيا. لو انت كنت كل حاجه بتعملها بتيجي تقول لي، دلوقتي انت بتستخبى شويه. سيبنا من كل ده، نرجع لنفس موضوعنا. الاتنين اللي كانوا في الشارع من شويه لسه قاعدين في الشارع، تعالى نرجع لهم. واحد بيتكلم كتير والتاني قاعد ساكت. اللي بيتكلم كتير ده خلاص بقى، بص حالك نفسه، الناس زهقت منه وشغال دي 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 دي. ايه يا اسطى اتقل يا اسطى، الناس زهقت من صوتك. اما التاني قاعد ساكت، الناس عاوزه تكتشف ده شخص غامض يا معلم، الناس عاوزه تشوفه ليه قاعد ساكت. ما هو ممكن يكون وراه مصيبه، ما ممكن يكون بيخطط لفخ، فاهم؟ عاوزين يشوفوا ليه قاعد ساكت، هو ايه فيه، هو ايه وراه الشخص ده. انت لو فضلت تحكي مشاكلك للناس هيشوفوك ان انت مسلسل خلصان خلاص يعني. ما وبص هفهمك على حاجه، وربنا لما بينور بصيرتك انت بتحل مشاكلك بنفسك. وانا يعني من فترة ما يعني كده لما كنت بحكي لهذا الشخص حاجات عني وكده، كنت بزعل من نفسي. اللي هو انت بتحكي مشاكلك لشخص يا باشا، انت صلي ركعتين بالليل، انت رحتك للجامع كل يوم، دي هتفوقك، ده علاج في حد ذاته. الواحد برضو بعد ما فهم ده برضو كان استهلك نفسه. اوقات كده انت بتحس ان انت محتاج تنتمي لحد، اصل انت وحيد او مالكش اصحاب انا، فانت محتاج يبقى لك حد، فاهم؟ انت حتى لما بتعمل فيديو انت ما بتكلم نفسك فاهم؟ فانت محتاج برضو حد يقول لك لا انت مش صح، او انت عايز تعرف انت المشكله فين، انت في حاجه بايظه في حياتك، انت مش عارف انت ماشي صح ولا انت ماشي غلط، ولا انت الواحد برضو انا بكون خايف بعد كل اللي الواحد عمله اكون ماشي غلط، فنرجع تاني ونعيد قصة تاني وكل الكلام ده موضوع فيديو لوحده ملناش دعوة بيه. يعني ممكن في هذه المشكلة تاخد رأي حد فيسوحك لان هو مش الشخص الصح. ودايما خليك عارف، هقولها دايما خليك عارف ان انت لما تحكي لحد مشاكلك انت بتبذل مجهود عشان تحكي له، انت بتبذل مجهود عشان تفهمه، انت بتبذل مجهود. يعني الشخص اللي انا كنت بحكي له مشكله هو لو ذكي هو هيترجم الفيديو ده، هيوصل له هيقول ان انا بقول عليه ان هو مش ذكي. يا مان انت عم الدنيا، انا الانسان مش كويس، اعمل لي بلوك. اصل انا لو قعدت مع حد بيحس بالوحده او حاسس بالوحده، انا ممكن احكي له يومه عامل ازاي، انا ممكن احكي له ايه اللي هو ايه اللي هو حاسس بيه، واكلمه عن نفسه 3 ايام. فاهم حاجه؟ ليه؟ لان انا عشت عن اللي انا عايش اللي هو حاسس بيه. ودي الفكره، ان انا بحكي مع الشخص اللي فاهمني، فانا مش محتاج احكي. انا وانت شبه بعض، فانا مش محتاج افهمك وادي لك امثله وادي لك اجوبه وافضل اشرح لك. انت فاهمني. انا لما اقول لك انا حاسس بالوحده تقول لي بس انت يعني عشان كذا، وانت اصل اهلك كانوا بيتنمروا عليك مثلا، او انت جاي من حته وحشه نفسيا. هو معايا في نفس الخط، فانا مش ببذل مجهود عشان اكلمه. وهو ده الفرق بين ان انت لما تحكي للشخص الغلط والشخص الصح. فانت لازم تنقي، انت لازم تعرف انت بتناقش مين، ايه العقليه، ايه انا قاعد مع مين وانا بتكلم مع مين، فاهم؟ ما هو مش اي حد يا جماعه ينفع يدينا نصايح، مش اي حد كده قال لك اي حاجه. يعني انا قابلت ناس في حياتي كانوا بيفضلوا يحكوا مشاكلهم عشان الناس تطبطب عليه، ودي حاجه بعيده خالص غير اللي انا بتكلم فيها. ان هو مفيش حد كان حنين عليه وهو صغير، فهو محتاج يحكي هو عن حاجات كتير قوي عنه عشان الناس تتعاطف معاه، عشان الناس تقول له لا انت فاهم. ودي حاجه برضو وحشه، انت بتعري نفسك. واخر حاجه قبل ما اقفل، انت ممكن تقعد مع حد تقول له انا بمر بمشكله، انت بقى متضايق بقى، الدنيا جايه عليك يا اسطى غلبان. اقول لك انا الدنيا بيتنا مش عارف حصل له ايه، تروح تقول له مشكله يروح يعلي عليك، تقول له مشكله يروح يعلي عليك. فاهم حاجه؟ انت مش عارف تتكلم، يا اسكت يالا اسكت يالا، سيبني اقول الكلمتين اللي في قلبي. هو مش فاهم ده، هو فاهم ان هو عاوز يعلي وخلاص يعني، فاهم حاجه؟ وفي ناس بتدعي المشاكل، فاهم؟ دي قصه تاني خالص. فاللي عاوز اقوله لك يا اسطى في نهايه الموضوع، اوعى تزعل نفسك، اوعى تحكي لحد حاجه، اقعد ساكت تمام، ما تعريش نفسك، انت ربنا سترك. تروح تجيب حد من الشارع تقعد معاه القهوه، تحكي له عن اهل بيتك، تحكي له عن اسرارك اللي بتحصل بينك وبين اهلك، تحكي له عن حاجات كتير قوي عنك
هو ملهوش دعوه بيها، هو ما يخصوش. بيتك خلاص، انت خرجت من البيت، بابك مقفول عليك، طلعت بره البيت، مشاكل البيت في البيت، خليها دي قاعده عندك. الواحد برضو بيسعى ويحاول ان هو ايه، يتعلم بقدر الامكان، وهنا بنتعلم. يعني هو قال واحد غلط، يعني انا بقول لك الكلام ده من غلط، انا جاي لك برضو من حته وحشه، انا كنت بحكي برضو، انا مش جاي اقول لك ان انا الواد الفيلسوف الديني، لا انا برضو غلطت وقعت في الحوار ده. فالفيديو ده جاي من كل ده انا عشته الحمد لله. فما تعريش نفسك، اقعد ساكت. من صمت نجا، الفيديو ده انا قلتها من كام فيديو، من صمت نجا. لو قعدت ساكت مش هيقعدوا يقولوا ايه ده قاعد ساكت بص، لا عادي، فاهم حاجه. لكن انت لو اتكلمت يقول لك يا عم ده بص، ده حاصل بينه وبين اهله ده كذا، وهتبقى نقطه القعده، فاهم حاجه. انت اللي ايه، بيطلعوك مسرح. وكمان لو في شغل يا معلم، فاهم حاجه، انت وريت لهم ان انت محتاج الشغل، وريت لهم ان انت عندك ظروف، فهتيجي بقى في اي حاجه انت بتمسك الشخص نقطه ضعفك. بصوا انا عندي مشاكل في البيت، فهي دي نقطه ضعف. انا عندي مشاكل في حياتي، هي دي نقطه ضعفك. حاول تداري مشاكلك، خلي عيوبك بينك وبين نفسك، استر نفسك، ربنا سترك، ما تفضحش نفسك، فاهم حاجه. تروح تقعد مع حد تقول له اصل انا الدنيا خلاص، عندك مشاكل بينك وبين نفسك، اقعد مع الناس. انا ما عنديش اي حاجه يا باشا، احنا زي الفل، احنا ربنا ساترنا اهو، قاعدين فوق سقف وستاره الحمد لله. لون الاوضه مش عاجبني بس الحمد لله مستورين وفي نعمه، فاهم حاجه. ربنا يسترك يا رب. انا عارف ان الكلام مش متظبط، ربنا يعلم ان انا بعمل الفيديوهات دي كحاجه اجتماعيه في حياتي، بس انا مش هروح اقول لحد انا وحيد، بس انا بحكي لك يعني، او يمكن اكون بحكي لنفسي في المستقبل. اوعى تتكلم، هتتكلم هتفضح نفسك، هتعري نفسك، خليك مستور. دي زي ما تقول خلاصة الفيديو. ممكن الحتة دي احطها في اول الفيديو، كان ايه لو حد هيسمع يعني ومستعجل ما يضيعش وقت. حافظ على اسرارك. ما اظنش انا عاوز اقول حاجة تانية، ولو عاوز اقول حاجة تانية يبقى هنعملها في فيديو جديد. بس السلام عليكم. اوعى يا اسطى تقول حاجة لحد، خلاص يا اسطى، عاوز تقول اي حاجة انزل اكتب في الكومنتات من هنا ل3 ايام، ولا حد هيرد عليك ولا حد هيسمعني اصلا، فاهم حاجه. احنا هنا ايه، جروب سري مع بعضينا، فاهم حاجه يعني. انت حبيبي يا اسطى. شكرا، السلام عليكم.